بصوا، هو النهاردة أول حاجة أسجلها على الموقع، إن شاء الله تكون حلوة. بس هو الموضوع حلو شوية، مش عارف انتوا أكيد عارفينه، اسمه أكيد هتعرفوا تتكلموا فيه أكتر منه. اسمه تاتشات مصرية. هو بيتكلم عن السوشيال ميديا وكده، يعني اللي بيحصل فيها. فأنا نقيت كده 6 حاجات حلوين. أول حاجة الصور الفوتو كومنتس اللي على الفيس، يعني ما شاء الله الشعب المصري فظيع. يعني اصلا الحاج مارك عامل ال- الموضوع ده عشان مثلا رجل اعمال يبعت صور مهمة، يبقى يحطها في كومنتس يعني كده. مش في ناس راح تعمل بجد قفشت الافلام وتجيب صور وتعمل سكرين شوتس وتحط كومنتات عليها. ايه ده؟ ايه الفراغ ده؟ وما شاء الله يعني واحد بيندم لو فتح مع حد اي حاجة ولقى حط صورة، انصحه ما يكملش معاه. هيفضل هينزل له 50 صورة في الكومنت، هتلاقي مثلا البوست جايب 150 كومنت مثلا على ايه يعني، كلهم ما شاء الله قفشات وحاجات فصيلة. ده حاجة برضه. حاجة تانية برضه الفتي شعب مصري فتاي بطبع مع الفيس، ما شاء الله. تلاقي واحد قاعد جايب حاطط مثلا ستاتيوس ليه مقولة مثلا، تلاقي مكتوب جنبها علي بن أبي طالب، وفي نفس ذات الوقت تنزل بس سكرول تحت مثلا وتلاقي واحد كاتب نفس المقولة، بس تلاقي اللي كاتبها مثلا روبرت دي شونز، تلاقي حد تاني، تلاقي مثلا جايبين صور. الصورة هنا هي بس مكتوب تحتها حاجة، نفس الصورة مكتوب نفسها تفسير تاني. تلاقي الصورة مكتوب برضو مثلا اللي كاتبها واحد، الناحية التانية واحد تاني اللي كاتبها. سبحان الله. أو الرسومات برضو لك الرسمة دي 3D، تنزل تاني تلاقي منظر طبيعي. ما تفهمش الشعب المصري ما شاء الله. ده الفيسبوك. في بقى طبعا الكبير بتاعنا الجديد أسك، ما شاء الله يعني. الناس فظيعة في أسك. تلاقي واحد أو واحدة عاملين أكاونت عشان يعملوا مسابقات كومبيتيشن للناس. فيموس اسك فيموس، اسك في اي بي مثلا. تلاقي اه رسومات مثلا عاملين لك اللي بيرسم. وما شاء الله مش الناس تعتمد على نفسها وشوف السؤال وتحط مثلا بوست مثلا للصورة بتاعتهم ولا حاجة، لا، ما يسيبوش الناس في حالها. كل واحد يعمل لينك صورة وجنبيه لايك بليز لايك مثلا، وفيديو كوبي وبيست مثلا في اي لكل الناس. اي حد يلاقي مثلا عنده على التايم لاين يخش يسال نفس السؤال، يقول بليز لايك وسمايل في الاخر. وما شاء الله يعني حاجه حلوه. ده موضوع فظيع برضه. وتلاقي واحد يقول له ايه بليز لايك ماي بروفايل مثلا، وتلاقي بنت مثلا حاطه له في الاخر سمايل مثلا، وغمزله في الاخر مثلا، الواد بقى طبعا يقع يقول لا لا اكيد البنت دي بتحبني اكيد، عشان كده بعت لي سمايل في الاخر. ويبعت لها يقول دوس لايك. ما شاء الله بقى. يعني ممكن تلاقي كام اكونت مثلا على اسك، ممكن تلاقي 10 عشان فيموس مثلا، فيموس اسك فيموس. وتلاقي مثلا 5 كمان للرسومات، وتلاقي 5 للبيست سمايل، يعني اكونت عشان سمايل. سبحان الله، حاجات فظيعة. ده حاجة برضو. دي احنا كده نفس الحاجات، الصور كومنتس والفتش على الفيس والمسابقات اللي على اسك. في حاجة تاني طبعا الكبير بتاعنا برضو اسك الجديد بتاعنا. تلاقي الشات بقى في اسك، يعني اسك اللي نعرفه. يعني عايز تسأل حد سؤال مثلا مش عارف تبين اسمك، ماشي. عايز تسأل اسئلة عادية، ماشي. كده كده السايت اصلا بيبعت كل يوم اسئلة. لا ما شاء الله يعني. تلاقي واحد داخل بنت مثلا، يروح يسألها سؤال هاوي، يقول لها هاوي. طبعا لو البنت تعرفه ممكن تقول له هاي مثلا كده. لو مش تعرفه طبعا بقى ايه تقول لا، ازاي يقول لي انا هاي يعرفني؟ تخش بقى تقول له ايه، حضرتك ده مش فيسبوك، حضرتك ده موقع اصل الاسئله، وتعمل له فيها بقى الخبير. وفي ناس بتجاوب، يعني في ناس بتجاوب، في ناس مثلا ما تكسب، في ناس بتكسب مره واحده. حاجه خنيقه.
الناس اصلا عارفين، فاكرين اصل موقع تعارف، ولا ازيك عامله ايه، ميسي مثلا هو ما يعرفهاش ولا تعرف، ولا لو بنت محترمة تكمل تقول له مثلا هاي وبعد كده تقول له، في بنت تانية ممكن تقفل في وشه متقولوش بلوك على طول. فبرضه كده 4 حاجات طبعا يعني ما ينفعش كده على السوشيال ميديا غير تويتر. بص بقى يعني تويتر ده موضوع كبير، هنتكلم في ايه؟ سيرة التويتس. يعني سيرة التويتس دي يعني من كام يوم كده حصل مع موقف، لقيت ولد كاتب ايه، انا بفهم كل حاجة بس بعمل عبيطة. قال يسرقها وأراها عنده، قال يسرقها، راح عمل ايه؟ قال طبعا لا، انا لازم احط التاتش بتاعي، ما الناس تعرف كده اللي انا سارقها. راح كاتب انا بفهم كل حاجة بس بعمل عبيطة، وفي الاخر عمل سمايل او اكس دي مثلا او اي حاجة. المعلم كتب اكس دي ونسي يشيل الته اللي في كلمة عبيطة وتقوت عادي وما خدش باله. والمصيبة الأكبر تلاقي ناس عايزة ريتويت مثلا، ما شاء الله حاجة جميلة. وتلاقي الأكتر برضو إن واحد مثلا عامل ولد عامل مثلا أكاونت التويتر بتاعه بفريند ريكوست، يعني أنا مش فاهمها، ويبقى عامل مثلا برايفسي مثلا مع التويتس بتاعته، يعني يوم ما تويت تعجبني أعمل لها فيفر، مفيش حاجة اسمها ريتويت، حد يعيب عنه. وقال ايه يعني ممكن مثلا اعمل فولو، اعمل قصدي فولورز مثلا ما يقبلهاش معايا، لا يا حبيبي كده، طب ما تخليك في فريس عندك ليه بس كده؟ انت بتقفلنا يعني ولا ايه؟ ده احنا عايزين نفيدك يا حبيبي بس كده. يعني كانت حاجات، ودي اول يعني حاجه سجلها، يعني ان شاء الله تبقى حلوه.